السلام ومرحبا بكم. اليوم باش نقدم لكم رسات جديدة نتاع مقروض بالتمر. باش نعطيكم التفاصيل الكل. تابعوني لاخر الفيديو وابونيفو ان شاء الله، ديما نعطيكم دي رسات جدد. يا سيدك بنسيد. نبداو بالشحور نتاعنا. نحطو 500 غرام سكر، 500 غرام ماء، نحطوهم يغليو على الغاز. دوبا ما يغليو نحطو عليهم شطر كعبة قارص ونخليوه يغلي 7 دقائق ولا 110 دوغري بالترمومتر. باهي العجينة نتاعنا نستحقو 50 غرام زبدة نحطوها تغلي، وكي تغلي نحيو الفريرة هذيك البيضة اللي تطلع فوق الزبدة، ونزيدو عليها 200 غرام زيت ونخليوهم يغليو بالكدا بالكدا. في صحفة أخرى نحطو 500 غرام سميد، ونحطو 100 غرام فارينة، شطر مغرفة كركب، ونحطو شطر مغرفة خميرة متاع جاتو، ورشة ملح. نخلطوهم مليح مليح، من بعد نصب عليهم في الزبدة وتزيدو هنا يغليو. نحركو مليح 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 بالمغرفة، بالك ما تحركوش بيديكم. من بعد كي تثبت مليح البات نتاعنا نزيدوها شويه ماء ونعجنوها بالدال، نمنوها بالدال بشويه ماء ابوبخي نتاع 100 غرام 150 غرام، سا ديبون انتم السميد نتاعكم قداش يشرب. نحركوهم هكاك مليح مليح، ندخلوهم في بعضهم بالكدا بالكدا، ومن بعد نخليوها ترتاح شويه لتون نحضر التمر نتاعنا. ناخذوا عجينه صغيره نعملوها كيما البودون، ونجيو بصوابعنا نحلوها هكاك بشويه بشويه كيما تراو في الفيديو، ونعملوا زاده ان بتي بودان تاع تمر باش نحطوه في الوسط. ناخذوا البودان تاعنا نحطوه في الوسط ونسكروه كيما لونفلوب، ونحاولوا نسكروا بيان لي بور، ومن بعد نروليوه بالكدا. كما تشوفوا عملنا لي دو بودون، كل واحد من بعد كيفاش يحب. فما شكون يعمل بليمول، انا عملت هكاكا بصوابعي، عملتهم هكاكا بشويه بشويه. من بعد لصقتهم ببعضهم وخليت الميزور نتاعي قداش باش نعمل الكبر نتاع المقروض، ولا كيما قاعدين تشوفوا في الفيديو. نقصوهم بشويه بشويه، ومن بعد نحطوهم في بلاطو، ونحطوا المقله نتاعنا ولا صحفه غارقه نحطوها تسخن لطون اخر نكملوا. انا زدت عملت موديل اخر صغير، قصيتهم هكاك، عملت بودان اجيد من الاولاني وقصيتهم صغار صغار كما قاعدين تشوفوا. بعد ما الزيت السخن نتاعنا نحط المقروض نتاعنا يتقلى، نحاولوا ما نحمروهش برشا باش يقعد ديما المقروض نتاعنا طري. نحطوه نساتيوه شويه يكتر من الزيت نتاعو، نحطوه فيك الشحور، نخلطوه مليح مليح، نخليهم تاع دقيقتين في الشحور بتاعو، ومن بعد نساتيوه نحطوه في صحفه اخرى، ونرشوا عليه شويه جلجلان، ولا اللي يحب يحط لوز كيما تحبوا انتم في التزيين. كما تشوفوا انا عملت 3 فاريتين تاع مقروض، صغير متوسط وكبير. وتحبوا تزينوا كما قلت لكم، تحبوا بالجلجلان، تحبوا تزينوا باللوز، اي فاكهه تعجبكم. ان شاء الله تكون الرسالة نتاعي عجبتكم.
هكا كيما عودتكم رسائل خفلف في ساعة ما تحضر فريمون ساعة ربع تلقى روحك محضرة ديسير ياسر تحفون ياسر بين. أنا بصراحة الموت على الحاجة ديالي اي سورتو المقلوز بصراحة نعملوه ياسر مشنشخ بك التمر وبك الشحور وبك الجلجلان بنا فيه حسيلة. ما نحكي لكم جربوا الريسيت بتاعي ان شاء الله تعجبكم واتري بيانتو ان شاء الله.